الاهلي بيتعادل مع بتروجيت في مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ضيع على نفسه فوز كان ممكن يكون في المتناول. المباراه كانت ممكن تكون في المتناول بالنسبه له سهله، بس هو صعبها على نفسه بطلوع واحد زي الشناوي. اهدى بتروجيت الكوره هدف سهل جدا وغريبه جدا على الشناوي وتصرفاته الغريبه، وفي نفس الوقت واحد زي جراديشار اللي راح مرقص الجون وقرر ان هو بعد ما بدل ما يحطها في الجون يروح مرجعها لواحد زي قفشه، وقفشه المفروض بدل ما يشوطها راح عاملها عرضيه. وحتى واحد زي بن شرقي اللي دخل لحد حارس المرمى تقريبا ولحد العارضه ومش عارف يروح بالكره فين فطلعت منه ركنيه. حتى ما عملش زي محمد هاني في ماتش ايجل نوار اللي حجته ان ما كانش في اي حد قدامه يبصيله وراح شاط الكره بالعرض قويه، المدافع حطها في نفسه. لكن هنا كل التصرفات دي اعطت بتروجيت الافضليه وضيعت على النادي الاهلي فوز سهل جدا جدا بقرارات غريبه وغلط من اللعيبه، بتصرفات مش مفهومه وتردد في اتخاذ القرار. وكمان عندك كرات كتير جدا ومس باص كتير جدا جدا زي بتاع الطاهر اللي اتخطفت منه وبيرقص في وسط الملعب، الراجل اللي لعبها لوب كانت هتيجي جون في الشناوي. فكل التصرفات غريبه. وطبعا بعد الكلام ده كله انت عاوز الحظ يقف جنبك في الشوط الثاني في كرات كانت بتبقى جوه السته وبتتشاط وكانت بتلاقي رجل طلعت لك من تحت الارض طلعت الكوره من المرمى حرفيا. فالحظ مش هيديك والكوره مش هتضحك لك الا اذا كنت بتحترمها من الاول وما بتتعلاش او ما بتترددش او بتاخد القرار الصح من البدايه عشان الشوط الثاني او اخر المباراه الحظ يقف جنبك والتوفيق يكون جنبك في المباراه. وبالتالي كمان حتى اللعيبه في النادي الاهلي كان فيه روح غريبه جدا مش مفهومه قوي، وخصوصا بعد الهدف. النادي الاهلي دخل فيه الهدف الاولاني في الدقيقه 10 تقريبا، من بعد الدقيقه 10 لحد الدقيقه 40 اول شوطه للنادي الاهلي على مرمى بتروجيت بتاعت واحد زي تريزيجيه، واللي بعدها كانت في الدقيقه 45 43 حاجه زي كده بتاعت برضو واحد زي تريزيجيه اللي جت في العارضه. لك ان تتخيل من بعد الهدف اللي في الدقيقه 10 لحد الدقيقه 40 مفيش ردة فعل لعيبه النادي الاهلي، وحتى بالحماس حتى بالروح بدون فكر حتى لو هجوم عشوائي ما تلاقيش. اما الجون اللي دخل في النادي الاهلي هو من كوره ثابته فاول عادي جدا ما فيهاش اي شيء ومش صعبه على ارتفاع مش عالي، لان حتى حامد حمدان مش لعيب طويل اللي سجل الكوره هدف براسيه. واحد زي طاهر محمد طاهر كان واقف قدامه وكمان ما عملش جنب قوي ولا عالي، وفي نفس الوقت كمان واحد زي الشناوي خد قرار خاطئ جدا بالطلوع. والشناوي في العرضيات دايما عارفين ان هو بيتردد يطلع خطوتين ويروح راجعهم تاني، فانما المره دي لا هو خد قرار للاخر كان طلع بس قدر الكوره غلط وقدر المسافه غلط، فكانت الكوره سهله جدا في المرمى. اما بتروجيت عشان تشوف اللي حصل ده ما كانش يعني احسن حاجه. يعني هو النادي الاهلي لما تسال السؤال الصحيح في حاجه زي دي، هو النادي الاهلي اللي كان وحش تمام ولا بتروجيت اللي كان متفوق؟ لا، هو كل الحكايه ان بتروجيت كان موفق ان النادي الاهلي ساب له الماتش او استهتر بالماتش او كان متردد اللعيبه والمدرب كمان بدا تشكيل غلط. وبالتالي انت عندك هنا بتروجيت عمل المباراه على اساس ان هو بيلعب بدفاع بدون تحولات هجوميه، بيعتمد على الضربات الثابته اللي جاب منها الجون. اما التحولات هو كان بيدافع فقط لا غير بدون تحولات. غير كده التحولات ما اتعملتش غير من بعد الدقيقه 90 في النهايه خالص. في كوره حتى الراجل اسمه سيسوكو او حاجه زي كده كان هو اللي ضيع المهاجم بتاع فريق بتروجيت. غير كده مفيش تحولات، مفيش، هو بيلعب دفاع فقط لا غير، بيحافظ على الجون اللي جابه بس. وهو هدفه انه حتى بعد الجون لو الاهلي تعادل انا مرضي ما يخرج عادي. كمان الاهلي سهل على المباراه بانه يلعب بكميه عرضيات كبيره جدا وكتير جدا مش عارف ايه الهدف منها، عرضيات في العمق. فدي اسهل حاجه على المدافعين. حتى لو الاهلي هياخد الكره الثانيه خدها اتفضل وابدا العرضيه ثاني وخدها وثالث ورابع وعيد نفس تجربتك ما عنديش مشاكل تمام. فدي اسهل حاجه على المدافع، وبالتالي كانت اسهل كوره جت جول من عرضيه ما اتلعبتش على العمق في قلب ال 18 في وسط المدافعين، واللي موجود اصلا في وسطهم مهاجم ما بيعرفش يلعب بدماغه اصلا. وبالتالي الكره اللي اتلعبت على العكسيه في البعيده خالص بعيد عن التكتلات الدفاعيه دي كلها اتلعبت ردها محمد طاهر واحد زي محمد علي بن رمضان ردها من البعيده على الاولى تاني على العارضه الثانيه كانت لجراديشار حطها والجون فاضي تقريبا لان كل اللعيبه راحت جاريه على اتجاه الكوره وخلاص. فمجرد انه جري هنا فضل مساحه لواحد زي جراديشار اتلعبت بالعرض تاني او العكسيه تاني فجت كوره جون. فكانت سهله ما فيهاش ابداع ما فيهاش حاجه، دي كوره دي بتتعلم وتلعب في الاكاديميات للناشئين 13 سنه و15 سنه فاهمني. فمعنى كده ان فريق بتروجيت تمركزاته ما كانتش افضل حاجه يعني، بس هو كل الحكايه ان الاهلي ما كانش في افضل حالاته واللعيبه كانت كمان قراراتها مش تمام.
قرارات اللعيبه كانت كلها تقريبا غلط. غير كده كمان لما تبص على ياس تورب، انت ليه بتبدا اصلا بطاهر محمد طاهر اللي هو مش مركزه اصلا الاساسي المهاجم، وعندك جراديشار بره؟ طالما جراديشار موجود خلاص، واديك شفت الفرق لما نزل، حتى بعيد عن انه جاب جون او ضيع جون، انت بتتكلم على العمق الهجومي اللي كان موجود والكثافه الهجوميه اللي هو بيعرف يتمركز صح، لان دي شغلته. اما طاهر وجوده اصلا هو صعب شويتين، لان ده مش مركزه اولا، ومش عايزين نظلمه في حاجه، وغير ان هو مستواه متذبذب دايما مع الاهلي، ومش احسن حاجه في مركزه الجناح. تمام. وبالتالي اي فريق تحديدا بتلعبه وهو متكتل دفاعيا، فده بيكون محتاج مهاجم من نوع خاص، المهاجم اللي هو بتاع الصندوق اللي بيلطش، حسام حسن، عماد متعب، واحد زي فلافيو، واحد زي احمد بلال، الناس اللي زي دي، احمد جعفر في الزمالك. فانت تقصد لعيبه بتاعت صندوق. انما طاهر حتى ممكن لو لعبته مهاجم يلعب على المساحات هو وشريف والكلام ده كله، فما ينفعش يلعب الكلام ده، وكمان ما ينفعش عرضيات. فانت افقدت اصلا قوه عندك في النادي الاهلي، وكانك بتلعب الشوط الاولاني تحديدا ناقص لعيب، او 55 دقيقه ناقص لعيب وهو مركز المهاجم. غير كده كمان التغييرات، على مستوى التغييرات، تخيل مباراه فيها تكتل دفاعي بالشكل ده، انت بتنزل عبد القادر، كان لازم يفضل معاه واحد زي بن شرقي، لكن انت تخيل الاثنين، افضل اثنين يعرفوا يعملوا خلخله للمدافعين ويعدوا واحد على واحد في الجبهتين يمين وشمال، فيعرفوا يخترقوا. اما زيزو كان هو اللي لازم اللي يطلع، لان زيزو في المباراه المقفوله دي اخرك هتاخد منه عرضيه او شوطه من بره ال 18 لو الكره الثانيه، او حتى في وسط الزحمه يلطش كوره وهكذا. انما واحد على واحد مش زي بن شرقي، مش زي عبد القادر، فده الاكيد انه كان لازم ما يكونش متواجد وهو اللي يطلع في مباراه بالشكل ده. وده مش خلل ولا غلط في واحد زي زيزو، انما النظام ده من المباراه مش تبعك، ما ينفعش انت تلعبه. فده كان بالنسبه لطرق اللعب بالنسبه للنادي الاهلي. لذلك انا شايف ان النادي الاهلي ضيع على نفسه مباراه كانت في المتناول عن طريق المدرب بالتغييرات، او بالتشكيل اللي كانش ينفع يكون فيه طاهر، ولبعض اللعيبه اللي اخذت قرارات غلط متردده في تصرفاتها، اللي تشط تباصه، واللي تباصه تشاط، واللي تتعمل عرضيه تتلعب لتحت، واللي تتلعب تحت تتلعب عرضيه، حاجات غريبه جدا شفناها في المباراه من اللعيبه ملهاش علاقه بالمدرب اصلا. فالمنظومه كلها في النادي الاهلي كانت رايحه تخسر المباراه دي من قبل المباراه اصلا، او من بدايه المباراه، فما تفهمش الدنيا كانت ماشيه ازاي. وخلصت المباراه في الاخر بالتعادل 1-1، والاهلي الحظ ما وقفش جنبه بسبب استهتار لعيبته وترددها واتخاذها بعض القرارات الخاطئه من بدايه المباراه حتى للنهايه. فده كان كل حاجه معانا، وسلام.